جبتن من محل بين سنتر زعرور وكريمنا، بيجي محل بالنص. رح احط لكم صور. اوكي طب لا في واحد حقه طب هي ريحان حكيم الاسنان. طيب العملية ب3 الشهر. هلا رايحة عند دكتور الاسنان، عم بروح كل فترة عشان بدي اخلص شيل البريسز، بس مش حشيلهم الا لخلص عمليتي وامشي هيك. حياة صعبة بس بدكم تكونوا قوية. عم ينزل كان الدم من مناخيري كر كر كر. انا رايحة عند الدكتور، فصار بدي دكتورين مش دكتور واحد. هي لانه عم ضل نايمة على طول وفجأة عم اطلع من البيت. يلا بتأقلم. انا اصلا من زمان كتير كان ينزل الدم ووقف لفترة كتير طويلة، هلا شكله رجع. الله يستر. كلمة بدي علاج، عيوني بدي عملية، اسناني عم بعملهم، راسي ما بعرف شو فيه، وركي 1000 قصة. يعني أسيد على المعدة وحساسية، إنه خلص يعني إنه لشو، وعمليات كل فترة شو لشو يعني، خلص بلاي فرد مرة جيبوا واحد جديد. إنه ليه عم تعذبوا حالكم فيكي مثلا يعني، إنه بدلوني. يلا ماشي، كله بينحل الحمد لله على كل شيء، وبنمرق بكل الصعاب وبنتخطى كل الصعاب. مش إنه بينزل نقطة أو كذا، لا بكر حنفية. شكلي صار بدي كوي، أعمل عملية كوي لمناخيري. ما بدي، كله عمليات عمليات عمليات. وعندي بلاتفورم على السوشيال ميديا. طيب انا شو بعمل فيهم هون؟ بتركن وبروح بعمل عمل؟ ما فيني، كمان عندي درسة هاي السنة تخرج. كله بيمرق. المهم صحتنا تكون منيحة. اذا الصحة مش منيحة طب شو هو المنيح؟ الحمد لله على كل شيء. بنصلح الصحة بعدين بنصلح كل شيء تاني. صار عمري 20 ولهلا ماني عاملة شي بحياتي غير عمليات. لاحظتوا ايه؟ حلوة بدون ميك اب وبدون فلتر وبدون شي. عن جد ليش هيك شكلي؟ حياة فيها الحلو وفيها المش حلو، فما نتقبل الطرفين. لحتى نحصل على الحلو بدنا نمرق باللي مش حلو. ما فيها نقص، مش كامل متكامل نقص. كنت على الدكتور، من بعد الدكتور رحت على التاوني واشتريت اشياء. فحكول شي كنت شو جبت؟ ميلك شيك وريماس فحنشرب. كل هول الاغراض جيبتهم من التاونية العملية عنا فوق. اول شي جبت هيدا الجلوس، هيدا. جبت صابونة ديتول بتعوزوها لكتير قصص. هيدا هدية في الشكلات وهيك، هو للمصاري بس انه كتير حلو. كده البوند لحتى بس حط مكياج شيل شعري عن وجهي. هوك تنتيج. هلا كل شي حتشوفوه حيكون مفتوح لانه انا فتحته. كل شي بدك خدي شوي هالقد، يعني مثل هيك بيصير الوضع، يعني انه بتاخد منه. جبت ايلاينر. ليه مزعجة انتي؟ شو جايبك لهون؟ بيجي هيك. هيدا اذا بتعرفوها انه للوجه وكذا، او اذا بدكم تحطوا ماسك او هيك، فانه ما كتير بستعملها لانه بحس بتجروح الوجه، بس انه الا معوزة للشي. هيدا كليب زغطور للجزدان. هلا حتلاقوا كتير اشياء صغيرة عشان الجزازين لانه كتير صغيرة عندي. هيدا بلاش كتير كيوت وريحته بتعقد ولونه كتير حلو. بتحطوه هون هيك. هيدا مناقير ترانسبيرون كتير كيوت وبيلقط الشعر منيح. جبت هاي دول اكيد بتعرفون بس كله مفتوح لانه كله فتحته. هيدان الخشب هولي عشان انا بركب بريسز. جبت هيدا بذور الكتان لبلش استعمله لبشرتي. جبت قطن للمناقير لشيل الميك اب. هيدي واتس للميك اب، بعرف انه منا كتير منيحة
وحتى ما بتشيل الماسكرا او كذا، بس انه هاي للاحتياط، يعني مثلا بتحطوها بشنطة الجامعة او كذا اذا اضطريتوا تشيلوا، بس انا ما عندي جامعة السنة الجاية جامعة، بس انه هوت وايبس هو بخليهم بجزداني على طول. جبت هاي دول كمان فتحتهم، هولي اكيد بتعرفون، هولي خيطان للاسنان. انا عندي خيط العادي اللي بيكون بقلب علبة هيك، بس انه بدي اجرب هو كمان شكلهم كتير منيح. بس هو لازم يستعملوا اذا انت منك مركب بريسز، فيمكن يضلوا وقت يعني، بس فكرة بريسز بصير برجع بستعملهم. هيدا تنت كمان، تنت بستعمله لشفافي ولا خدودي. تخيلي انت بتعملي هيك مبحوحة للعلم. هيدا للحواجب، لمشط حواجب. جبت هاي بس منا اصلية، بس هيك بعرف انه بتقطش الرموش، بس ثاقب ايام لازم تستعملوها عرس شغلة، فبضطر اني استعمله. هيدا المشط كتير بعوزه لألكن ليه. اول شي بدي اقسم شعري، وكمان بحتاج اني مشط شعري، بس حط جل او كذا. فازلين هيدا اكتر شي ممكن انه انتو تعوزوه، بعده مسكر كمان. هيك ليه ما جبت الازرق؟ يلا اوكي. جبت هيدا، ما بعرف اذا منيح او لا، بس شوفوا شو مكتوب عليه صفات: غير دهني وثلاثي المفعول، يعني بيعمل 3 اشياء: يرطب، يغذي، ويحمي. بيحمي من اشعة الشمس، وبيغذي، في فيتامين اي، المنشط الاساسي للبشرة، وبيحافظ على الرطوبة، وكمان يمكن استعماله كاساس للمكياج يعني كبرايمر. فانه بحس اني حاستعمله على طول هيدا باي وقت، بس انه كان لازم اجيب برايمر، بس انه يلا. شوفوا شو كيوت، لك الغطا، شايفين كتير مهضوم، ريحته حلوة. بجربه وبرجع لبعدين بخبركن نتيجته. فازلين صغيطور. كنت بدي اجيب هيدا الازرق بس ما بعرف ليش ما جبته. المهم جبت هيدا، ما بعرف اذا منيح او لا، من فاتيكا. هيك بيجي. هيدا للحماية من تساقط الشعر، بديل الزيت. بيجي صبار وجرجير للشعر الضعيف المعرض للتساقط. انا شعري كتير بهر، فانه ان شاء الله يفيدني هيدا. جبت هاي، بتعرفوا بدي اجرب اني شيل شعر وجهي بالشفرة. اوكي، مبرد للاجرين ولا لشو؟ هيدي جبت شنطة ميك اب بتساعد كتير، فبعبي فيها كل الميك اب اللي انا محتاجيته. حلوة هيك، هلا بس تتعبى اغراض بتصير كتير حلوة. جبت شغلة اخيرة، انا عندي مراية، بس جبت هاي المراية هيك بيجي شكلها انه هاي مثلا قاعدين على التخت كذا تحطوها وبتتمكيجوا. هيديكي لا، هيديكي بدها مكتب او هيك شي. ياي كتير حلو، هيك بيجي شكلها. بتعبوا هون اغراض مثلا هيك، كتير حبيتهم. ليكوا هون كيف عملت العجقة. بالمناسبة صار عندي مكتب جديد، هون ستيكي نوتس، كتب وقصص، وهون دفاتري، هون حطيت هولي وهيك. بس هيك. وهلأ نحن 22، ف3/2/2025 هي موعد عملية الرابعة. إذا بدكم تعرفوا القصة فيكم تشوفوا الفيديو اللي قبل هيدا.